السلام عليكم ورحمة الله. عاجل 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 عاجل، في مفاجأة من العيار الثقيل. عطاف يفاجئ النظام المغربي بقرار خطير جدا داخل الاتحاد الإفريقي، ويطرد بوريطة من القمة قبل أن تبدأ. سنتعرف على تفاصيل هذا الخبر في هذا الفيديو، ولكن عزيزي المتابع لا تنسى دعم هذا المقطع بلايك والاشتراك في القناة. فاجأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف فاجأ النظام المغربي بخرجة غير متوقعة ومفاجئة. وكشف عطاف عن قرار جزائري ومبادرة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي بشأن تفعيل خطوة من شأنها أن تفضح المخزن وممارساته داخل القارة الإفريقية، كما ستفضح مخططاته التوسعية الاحتلالية للصحراء الغربية. كما شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف على أن الجزائر ستكون من السباقين في الدفاع عنها وتبنيها، وتابع الوزير الجزائري بالقول أن هنالك مبادرة داخل الاتحاد الإفريقي تخص موضوع تجريم الاستثمار في الأمم المتحدة، وستكون الجزائر من السباقين لدعم هذا التوجه، مؤكدا أن القمة الإفريقية القادمة ستعالج هذا الملف وستتخذ قرارات بشأنه، وهو ما يتعارض مع سياسة المخزن التوسعي، كما تتعارض تماما مع الأفكار التوسعية التي يتبناها المهرج بوريطة. هذا وأكد مراقبون بأن مبادرة الجزائر التي أفرج عنها أحمد عطاف أجبر المخزن على الإسراع لاتخاذ خطوات من شأنها أن تعطل المشروع الذي تتبناه الجزائر، قبل أن يضيف البعض الآخر بأن المبادرة التي أعلن عنها عطاف هي خطوة ستجبر ناصر بوريطة وأزلامه على مقاطعة القمة الإفريقية والاعتراض على أجندتها، على اعتبار المخزن دولة احتلال قائم داخل الصحراء الغربية. والسلام عليكم ورحمة الله.